ريال مدريد كتربح بنفيكا وكتأهل لدور 16 من دوري ابطال اوروبا. الريال كانوا فيه بزاف ديال الحوايج ايجابيين وايضا بعض السلبيات، لكن ما نساوش الاداء الكبير اللي داروا بعض اللعابه في ريال مدريد. اهم هاد اللعابه هو تشواميني، هاد اللاعب اللي كتنتقدوا في ماتش وكيرد عليك في ماتش اخر. للعلم تشواميني فاز بجائزه رجل المباراه في الماتش ديال الذهاب اللي ربحته الريال وسجل فيه فينيسيوس هدف الفوز. البرتغال ايضا مباراه العوده اللي تلعبت في البرنابيو في اسبانيا اللي ربحت فيها الريال وخذ فيها تشواميني ايضا جائزه رجل المباراه. غير باش تعرفوا داكشي اللي قدم تشواميني في هذا الماتش، راه فيدريكو فالفيردي عطى جوج اسيستات ومع ذلك ما فاش بجائزه رجل المباراه. وايضا فينيسيوس سجل هدف وهدف رائع ومع ذلك ما فاش بهذه الجائزه. تشواميني دار ماتش كبير دفاعيا هجوميا، في الزياده العدديه كيقطع الكواري بالرغم من ضعف اردا جولر اللي كيخلي كاع الحمل على تشواميني ملي كتكون ريال في الحاله الدفاعيه. وايضا فالفيردي اللاعب اللي عطى اسيستات واللاعب اللي في كل ماتش غادي تمدحه واللاعب اللي كيقدم ماتشات كبيره ومن اكثر اللعابه اللي ثابتين في المستويات ديالهم. تلعبوا ظاهري، لعب تلعبوا جناحي، لعب تلعبوا وسط ميداني، يعطيك يعني لعاب متكامل، لعاب تحتاجوا اي فرقه. اما بالنسبه للريال كماتش، راه بدا الماتش وسجلت بنفيكا الهدف الاول في الدقيقه 14. هذا هو المشكل اللي كتعاني منه ريال مدريد، قلوب الدفاع. راه ما يمكنش على مشاكل في ريال مدريد بالنسبه لهذا المركز. راه ما كنهضروش على كمنظومه، يعني الطريقه اللي كيلعب بها اربيلوا هي انه كتخليه يستقبل اهداف. راه بالعكس راه كنهضروا على العناصر ديال الريال هما اللي كيخلوا مدريد انها تستقبل لبيوتها، بحال الهدف الاول اللي سجلته بنفيكا. الا بدينا اللقطه من عند روديغير كيفاش تلعب هذه الكره خلف الظهر ديالو. وايضا جات عند اللاعب اللي ولا كارثي في هذا المركز وهو اسينسيو. العوض يعترض الكره اعترضها ولكن راه تاخر بزاف وبهذا الشيء خلى الكره تقصد الشبكه، ولولا تصديه تيبو كورتوا كانت استقبلت الريال هذاك الهدف. لكن ما كايناش تغطيه ايضا من ارنولد. من بعد ما تصدى كورتوا لهذيك الكره لقات المهاجم رافا راس مع الشبكه، يعني حتى ارنولد ما دارش التغطيه ديالو لرافا باش يخليه ما يضربش هذيك الكره. ولكن هادشي ما كانش بتاتا. يعني الريال في الدفاع كتعاني عناصريا، كانوا جوج مدافعين مزيانين، فراه هاد المنظومه خدامه. راه 4-4-2 راه خطه كتعاون دفاعيا، حاول تخلق كاع ممرات ديال التمرير. كون اربيلوا كيلعب بجرأه اكبر وكيتقدم لوسط الميدان بزاف وكيترك مساحات، فراه غادي يستقبل بسبب الاخطاء الكارثيه ديال هاد اللاعبين. ومع ذلك كيف ما قلنا ما نساوش تيبو كورتوا اللي دار شي تصديات اللي ما يمكنش. اللاعب اللي مهما مدحتي فيه فراه ما غاديش تعطيه حقه. هاد اللاعب اللي في اخر هاد 10 سنين راه افضل حارس في العالم، يعني هاد الجارديان راه ما يمكنش. لا بالنسبه لدوري ابطال اوروبا اللي جابت الريال راه جابهم تيبو كورتوا، ولا هاد الماتشات اللي كيقدم حاليا. يعني الا حطيتي قائمه افضل 5 حراس في تاريخ كره القدم فراه كورتوا خصو يكون من بيناتهم، لان هاد الحارس راه حارس كبير وحارس كيبان في الماتشات الكبيره. هذا هو اللاعب اللي هز ريال مدريد، يعني الريال كتسجل ولكن كون ما كانش هذا الحارس فراه ما يمكنش انها دير شي حاجه وكاش غتستقبل بزاف ديال الاهداف. الحاجه المهمه ريال مدريد ما تاخرتش باش تسجل هدف التعادل اللي جا عن طريق تشواميني من بعد عرضيه رائعه من فيدريكو فالفيردي. وهذا الهدف اللي خلى الريال ترجع في الماتش، يعني كون بقاش بنفيكا مسجل هدف لزيرو فراه غتكون النتيجه صعيبه تقدر تديها حتى الاشواط الاضافيه. والهدف الثاني اللي سال مع بنفيكا والهدف اللي حطم امال بنفيكا وهو الهدف ديال فينيسيوس جونيور، الهدف الاكثر من رائع. رقصته المعتاده فينيسيوس يستلم كره من عند فالفيردي وكيقصد الشبكه وكيسجل هدف رائع، الهدف اللي رد به على كاع المنتقدين. الهدف اللي خلى فينيسيوس يرجع للفورمه. وراه فينيسيوس حاليا مسجل في الماتش الثاني على التوالي وهذا الماتشات بجوج ضد بنفيكا، الماتش ديال الذهاب وهذا الماتش ديال الاياب في دور ابطال اوروبا. بالرغم من غياب مبابي ولكن فينيسيوس راه دار كل شيء. وبهذا الشيء الريال كتأهل لدور 16 من دوري ابطال اوروبا. يعني الريال حاليا غتكون عندها يا اما مانشستر سيتي ولا سبورتينغ لشبونه، وحنا عارفين شكون هو الخصم اللي غادي يكون ريال مدريد. شنو بان لكم في هذا الماتش وشنو بان لكم في الاداء ديال ريال مدريد؟ الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه ان شاء الله.